الاكس اس ماكس والاكس اس والاكس اللي موجود في السوق وبطارياته 100%، اشتريه ولا ما اشتريهوش؟ طيب بصوا يا جماعه، عشان احنا اتكلمنا في الموضوع ده في فيديوهات كتيره جدا لدرجه ان انتوا تقريبا زهقتوا مني، فانا هقول لكم الفيديو وان شاء الله تكون المره الاخيره. اي تليفون اكس، اي تليفون اكس اس، اي تليفون اكس اس ماكس بطاريه، واي تليفون 11 برو و11 برو ماكس، اي حاجه من الفئه اللي انا قلتها دي البطاريه بتاعته 100%، 95 الكلام ده، ما تشتروش الا في حاله من الاثنين. الموديل نمبر بتاعه يكون ان، والان ده يعني مستبدل، كان ام فيه مشكله فاستبدل فبيدوا له مكانه ان، وغالبا ده بيجي في كرتونه بيضاء رفيعه وبيجي معاه جواب من ابل انه تم التبديل. يا اما اف، الاف دوت اللي هو الام اللي هو كان جديد ورجع بايظ وخدت مكانه ان، فالام اللي بايظ ده ابل بتاخده تاني تصلحه وبتنزله من اول وجديد السوق، وبتقول ان ده الموديل نمبر بتاعه اف، وبتقول ان ده بيكون تم تصليحه وبتديه خصم عليه 30%، وبتلاقيه مكتوب على العلبه ابل سيرتيفايد بري اوندد، يعني هذا الهاتف كان مملوكا لاحد اخر. تجيب اي حاجه من الموديلات دي، هقولها لك تاني، ايفون اكس، اكس اس، اكس اس ماكس، فئه ال11 البطاريه بتاعته هتبقى 100 او تحت ال100 بحاجات بسيطه، لازم يكون الموديل نمبر بتاعه ان، لا اما اف، دول خدهم وانت مغمض. طيب لو ام يكون معاه كرتونه، صور لي الكرتونه وابعتها لي في مسج على انستجرام او على فيسبوك حسب انت تتفرج عليا فين، عشان خاطر اطمنك اذا كان ده اوريجينال ولا لا، لان وارد ان بتيجي حاجات نادره ناس ما بتستخدمش، ناس بتبقى عندها تليفونات هدايا مش فاهمه فيها شايلاها في الدواليب. اتمنى ان انت تكون فهمتني. تابعني لو انت اول مره تشوفني، بنعمل فيديوهات ومقارنات عن الاجهزه، بنحاول وبنسعى جاهدا ان احنا نجيب محلات تعمل لك خصومات حلوه على الاكسسوار، على الصيانه، الاجهزه، يعني بحاول ان انا اسعى في الموضوع ده. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.